نحن وقد وصلنا إلى آخر خطوات مسيرتنا التي شارفت على الانتهاء بذكريات لن تنسى، إذ لا زالت تسقط واحدة تلو الأخرى، ولكن سقوطها لا يعدو أن يكون سقوطا من باطن الذكريات إلى سواد العين أو حنايا القلب، وهناك مستقرها. ولنا في الختام لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، شلونكم؟ عساكم بخير إن شاء الله، ربي يوفقكم. طبعا اليوم راح يكون سلسلة مهمة لطلاب السادسة اللي راح ينجحون هاي السنة إن شاء الله ويقدمون الكليات. راح أبدأ بشرح كافة التفاصيل الكليات اللي راح يقدمون عليها والأمور المهمة اللي راح أنتم تحتاجونها إن شاء الله وقت التقديم، والمعلومات اللي كل شخص يحتاجها لكل كلية وكل قسم. اليوم إن شاء الله راح أبدي وياكم أول هو شرح الكليات والتفاصيل عنها. هو قسم الأشعة. قسم الأشعة يعتبر من الاختصاصات الطبية، يقوم بتشخيص المرضى. يعني راح يكون قبل أن نبدأ بشرح هذا الشيء إنه أنت راح تشوف إنه مكتوب أشعة وسونار. يعني أنت من تقدم راح يكون مكتوب أشعة وسونار، أنت فقط أشعة. السونار من اختصاص الطبيب، ما لك أي دخل أنت بك تقني أشعة، ما لك أي دخل بشغل السونار، إنما فقط بالأشعة. وثاني شيء هم راح أقول لكم إياه هو إنه ما تقدر تفتح عيادة، لأن العيادة من اختصاص لازم تأخذ إجازة مال دكتور كسور، يعني إجازة من دكتور كسور أو أشعة حتى تقدر تفتح عيادة. زين، أنت مجال العمل شلون راح يكون؟ مجال العمل قسم الأشعة. مجال العمل قسم الأشعة إنه أنت راح تدير كافة تشغيل كافة الأجهزة اللي تخص بقسم الأشعة، مثل أشعة الإكس راي، المفراز، الرنين، أي من هذني الأجهزة اللي راح تكون أشعة تصوير ثدي لأمراض السرطان، أجرهم الله وإياكم من مرض السرطان. طبعا هذه الأمور كلها هو يختص به هو قسم تقني الأشعة. عنوان الوظيفة راح يكون عنوان الوظيفة هو تقني أشعة. سنوات الدراسة عندك معهد وكلية. المعهد 2 والكلية 4 سنوات، يعني عندك المعهد 2 والكلية 4 سنوات. الكلية موجودة فقط بغداد، أما المعاهد هسه إن شاء الله بالتسلسل راح أذكر لكم المعاهد والكلية الموجودة وين. بس أنا كاتب يعني معلومات قدامي، يعني اللي قسم والمجال العمل، عنوان الوظيفة، السنوات الدراسة، هاي كل الأمور أنا جمعتها معلومات كاملة، وإن شاء الله راح أشرح لكم بهذا الفيديو. هل يوجد قبول للدراسات المسائية في القسم؟ نعم، أكو دراسات مسائية للمعهد والكلية. يعني عندك الكلية بيها دراسات مسائية، والمعهد هم بيه دراسات مسائية، بس مو كل المحافظات، فقط بمحافظتين المعهد هو الموصل باب المعظم، وعندك الكلية فقط بغداد هي الكلية التقنية الصحية موجودة مال الوسطى، الجامعة التقنية الوسطى، الكلية التقنية الصحية بغداد فقط موجود بها قسم الأشعة. كم درجة تعطي للموازي؟ درجات الموازي يعني دائما بكافة الاختصاصات الطبية هو انه راح تكون درجة الموازي 3 درجات، حد 3 درجات ينطون وزارة التعليم العالي هو 3 درجات. فانت شوف قد تحتاج بالنسبة لي مثلا للتقديم مالك معدلك ايش قد يكون، قد تحتاج الى حد 3 درجات فقط تاخذ انت من الموازي. هل التعيين مركزي؟ شيء اكيد ان شاء الله تعيين مركزي. الاختصاصات الطبيه هي كافه الاختصاصات الطبيه هي كلها تعيينها مركزي. وبالنسبه للحكومات يعني الجامعات الحكوميه والاهليه كذلك هي تعيينها مركزي. اما عندك ما هو الحد الادنى للقبول في الجامعات الحكوميه والاهليه؟ الجامعات الحكومية حد القبول مالته انه المعاهد الصباحي، المعاهد الصباحي عندنا الموصل وباب المعظم. الموصل معدل 96، اخذوا معدل 96. المعهد التقني الطبي الجامعة التقنية الشمالية هو اخذوا 96 هاي الصباحي. اما بالنسبة لباب المعظم الجامعة التقنية الوسطى عندكم اخذوا المعدل هو 96.71. هاي بالنسبة للمعاهد الصباحية. أما المعاهد المسائية بالموصل وباب المعظم، الموصل معدل 91 خذوا،
وعندك الباب المعظم خذوا 89. وين تكون هاي المعاهد؟ أما الجامعة يعني كلية وليس معهد، الجامعة التقنية الوسطى، الكلية التقنية الصحية والطبية موجودة ببغداد فقط، وتكون المعدل مال الصباحي هو 98، وعندك المعدل المسائي 92.14 قبلوا، وعندك الموازي 97.28 قبلوا، وذوي الشهداء أخذوا 92.71. هاي بالنسبة للمعدلات مال الكلية. هل يوجد معهد؟ أسعاكم منهم يسألون هل يوجد معهد بالكليات الأهلية؟ لا، مستحيل، ماكو أي قسم يعني بالمعهد خاص، يعني أي أقسام، كافة الأقسام الطبية ماكو معاهد بالكليات الأهلية، فقط بالكليات الحكومية مسائي صباحي. أما بالأهلي ما يوجد بالنسبة لهذه الأمور. يعني هذه التفاصيل الكاملة اللي قدرت أذكرها لكم. إذا ما يعني ما فهمت التفاصيل عيد الفيديو مرتين وراح تفهم إن شاء الله. وأي شيء تحتاجونه اكتبوا لي بالتعليقات، راح إن شاء الله نتكلم عن كافة الأقسام. بديت بالأقسام الطبية، راح أبدأ بالأقسام الطبية، وإن شاء الله البعد التربية وكل ما يخص بطلاب السادس راح تكون لهم فرصة بالتقديم إن شاء الله. ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.